أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم بخير. استكمالا للحلقة السابقة من بودكاست من 10 ل10 ونص مع الكابتن أحمد رفاعي، نقدم لحضراتكم الجزء الثاني من الحلقة الثامنة، ونأمل أن تحوز على إعجاب حضراتكم. شكرا لكم. طيب، السؤال ده أنا معرفش في حد سأل نفسه السؤال ده ولا لأ، لكن مهم إن الناس تعرف الإجابة وتواجه نفسها بالإجابة كمان. الناس أحيانا بتشوف صورة وردية لعلاقة اللاعبين والمدربين بأنديتهم اللي بيحبوها. أنا هنا طبعا بتكلم على الأندية الجماهيرية، يعني مثلا أهلي وزمالك. بلاش تدخلني في المنطقة. لا يعني احنا حتى كمشجعين يعني ماشي. هل تعتقد ان ممكن لاعب او مدرب يتمنى خسارة فريقه صاحب الجماهيرية لو هو بره الصورة، ولا مش للدرجة دي؟ عشان يعني يبقى السؤال اوضح. في لاعب مثلا بيلعب في اهلي او زمالك، او مدرب بيدرب اهلي او زمالك، وبعدين بقوا بره الصورة لسبب او لاخر. هل اللاعب او المدرب ممكن يتمنى وهو اصلا زملكاوي او اهلاوي، هل يتمنى ان ممكن الفرقة تخسر عشان يعرفوا قيمته، ولا لا مش للدرجة دي؟ 100% بيتمنى كده. بتحصل والناس ما بتاخدش بالها من الحكاية دي. 100%. اصلا دلوقتي مدرب زملكاوي، ايوه، وبضرب الزمالك، ايوه، خصوصا الواحد اللي بيتمنى القصة دي لما يكون هو اتظلم او كان ماشي كويس بس اتشال نتيجة بفعل فاعل. هو كله بيشعر بالظلم، سواء كان حقيقة او غير حقيقة. بس انا بتكلم على نفس الاشخاص السويين الى حد كبير نفسيا يعني، بعيدا عن اللي هم المنافقين. تمام. انا مدرب دلوقتي وماسك الزمالك وماشي كويس الى حد ما، لحد كبير، بس او الاهلي اهلي زمالك، انديه جماهيريه، بس خلينا في الاثنين دول عشان هم اكبر حاجه في مصر. تمام. ففجاه انا مدرب اهلاوي جدا وماسك الاهلي، يعني ده صعب يحصل في الاهلي، بس ما علينا. تمام. صعب مدرب اهلاوي يمسك الاهلي، يعني ما اعرفش ليه الحقيقه لغايه دلوقتي مش فاهمها. يعني مدربين الزمالك الزملكاويين مسكوا الزمالك كتير حصلت. أيوة. انما عمري ما شفت مدرب اهلاوي مسك الاهلي. اخر حد كان حسام البدري، كان حسام البدري في 2017 مثلا، بعيد قوي. المهم، فخلينا نتكلم على الزمالك. اصل احنا غيركم يا كابتن، احنا كزمالك يعني احنا غيركم شويه. احنا يعني غيركم، وانا تبع مين؟ انت تبع، انا عارف. لا احنا عاديين، احنا بنشجع بشكل عادي كرة القدم الجميلة الحلوة الظريفة، وبنقبل النتائج الثلاثة. لكن انتوا حضراتكم في كوكب تاني. المهم نكمل الإجابة. المهم، فانا هتكلم بشكل خاص شويه على الزمالك، عشان في مدربين كتير زملكاويه مسكوا الزمالك. المدرب الزملكاوي اللي بيبقى ماشي كويس ويمشوه، انا متاكد بنسبه 100% ان هو لما بالزمالك بيبقى متابع الفتره الجايه للزمالك وعايز يشوف ويتمنى انه الفريق يفشل، لان هم جم عليا وانا كنت ماشي كويس الى، رغم ان هو زملكاوي جدا، ولو هو بره الصوره بيتفرج على الكنبه بيبقى قاعد عامل كده مستني الزمالك يجيب جون. ايوه. بس لا، اما تيجي عند شغلي واتظلمت، لا، الفرقه عايزه تغرق عادي. حتى ده ينطبق على اللعيبه. ايوه. انا دلوقتي لعيب ماشي كويس جدا جدا، وفجاه نتيجه تاتش مع الاداره او مع المدير الفني او مش عارف ايه وحاجات من دي، بتمسك بره الفريق، استبعدت شويه. فاللي هو ايه، زي كابتن محمود بركات، ماشي العبوا يا لعيبه. ايوه كده، يلا ورونا بقى، ورونا العبوا يا لعيبه، وتبقى قاعد نفسك الفرقه تاخد 6. أيوة. هل المشاعر دي موجوده؟ 100% موجوده عند اللعيبه، حتى بعيدا عن الاهلي والزمالك دي موجوده. وهي على فكره مش موجوده عند الجمهور، تصور. لا يعني اللاعب اللي بياخد فلوس هو المدرب بتبقى موجوده عنده، بس الجمهور لا. عشان كده انا بستغرب الجماهير اللي بتتعب، يقول لك انا ضغط عالي من مش عارف عشان مين خسر او مين كسب. ما تعملش في نفسك كده. اللعيب اللي بياخد من النادي ده 10 12 مليون جنيه، لما نتيجه تاتش معين يستبعد سنه بيبقى عايز الفرقه تخسر عشان هو مش موجود. ايوه. انت اللي غلبان، انت اللي مضحوك عليك كمتفرج وكمشجع يعني. ده صحيح. فلا، ده موجود بشكل، حتى بعيدا عن اهلي والزمالك، موجود في كل حته. انا طالما شايف اني حتى شايف اني مظلوم، لعيب معين شايف انه مظلوم ومدرب جاي عليه، يلا ربنا يكرمكم ان شاء الله تاخدوا 4 النهارده، ده موجود 100%. ايوه يا ابني، ده المكان بتاكل في، ما هو دي الناس بقى اللي مش سويه نفسيا، ده المكان بتاكل فيه عيش. ما هو الفرقه دي لو كسبت تطلع مكافاه، انت هتاخد نسبه من المكافاه دي.
أيوة. لا مش عايز يخسروا. فده موجود، بتحصل يعني. للاسف موجود. اوكي. احنا ماشيين برضو في نفس السياق، وخلينا نتكلم عن فكرة يعني اكثر يعني عامة اكثر. لو اخذنا في الاعتبار بعض الامثلة الشهيرة حسب اعتقادك، تفتكر كيف يفكر امام عاشور تجاه زيزو في اوضة لبس النادي الاهلي؟ وانت عشان زملكاوي عايز تولع الدنيا؟ لا، ما جاي لك على سؤال عن الزمالك بعد كده. ماشي. بص، انا عشان موجود في المجال ده، فانا مؤمن بحاجه مهمه جدا. تمام. الانضباط الى اقصى مدى وابعد مدى. مفيش شك، مفيش حد عاقل دلوقتي بيفهم كوره كويس ما يقولش ان امام عاشور اهم لعيب في مصر دلوقتي، واللعيب الوحيد اللي يستحق يلعب في ليفل اعلى من ده بكتير جدا، واللعيب الوحيد اللي عنده جرأة وما بيهموش حد، جرأة فنية اقصد. تمام. هل ده بفلوس؟ طبعا بفلوس. انما انا من وجهة نظر انا الانضباط بفلوس اكتر. امثلة خد بكره. صالح جمعة موهبة فذة مش طبيعي. يعني من وجهة نظري صالح جمعة كان احسن من عبد الله السعيد، وصالح جمعة بشوفه زي امام او احسن من امام في عزه كان لما كان. فين صالح جمعة؟ ما نعرفش فين. اللاعب الوحيد اللي الاهلي اداله فرصه بتاع 3-4 مرات عشان يستعيد نفسه، ويقول لك لعله يستعيد نفسه، لعله يفوق من اللي هو فيه. صالح جمعة بس اللي خد كميه الفرص دي مع النادي الاهلي، وبرضه مفيش. ليه؟ مفيش انضباط. تمام. طيب، لكن في النهايه انت بتقول وجهه نظر على حسب اللي انت اطلعت عليه. وجهه نظر انا وحسب اللي انا شايفه. لكن التفاصيل الدقيقه والكامله اكيد ما تعرفهاش. ما اعرفهاش، انما انا حسب وجودي في الشغلانه دي عارف يعني ايه انضباط وعارف يعني ايه عدم انضباط. تمام. طيب، كابتن عبد الله السعيد الكابتن الكبير، فين عبد الله السعيد دلوقتي؟ ما زال موجود نجم النجوم. نادي الزمالك 41 سنه تقريبا او 40 سنه نادي الزمالك، وبيجي كل سنه عشان يجدد يقول لهم عايز الرقم اللي هو عايزه. ولو ما وافقوش هيروحوا السعوديه ياخد 4 اضعافه. لا، وهو يستحق. هو ده الاهم. ايوه هو في السن ده. وعبد الله السعيد يقدر جدا دلوقتي يلعب مع منتخب مصر في كاس العالم عادي جدا. لما بتفرج على ماتشات الزمالك اهم لاعب في الفرقه لما عبد الله يبقى مش موجود، نادي الزمالك شبه اي فرقه عادي في عدم وجوده. كل ده عشان حاجه واحده بس، الانضباط، وخارج من بيئه نظيفه وشوف مصلحته فين. انا مصلحتي هنا اركز في مصلحتي دي واعمل فيها احسن حاجه، بتاع شغل قوي، احترافي على اعلى مستوى، حاجه محترمه. عمرك شفت عبد الله السعيد بعد بطوله فراح عمل سبوبه راح برنامج عشان مش عارف 100,000 ولا 300,000؟ بتشوفه؟ لا. انا تالي ما اعرفش عبد الله السعيد عنده اكونتات ولا لا، ما بشوفوه. يعني على السوشيال ميديا نشط شويه، ما بشوفوش. عمره ما لعب على مشاعر الجماهير سواء كان في الاهلي او في الزمالك. يا باشا انا بعمل شغلي بس. ايوه. عشان كده عبد الله السعيد ممكن يلعب 2-3 تاني كمان. ليه؟ لما وجدت الموهبه الكبيره والقدره التكتيكيه اللي على اعلى مستوى مع الانضباط، يا باشا العب لغايه سن 50. تمام. طيب انت موهبه فذه بس ما عندكش انضباط، محدش فاكرك. وده اكبر دليل كابتن صالح جمعه. معلش انا يعني مثلا انا متابع شويه كابتن ابراهيم فايق يعني وكده، كان قاعد في قهوه فايق وهو وكابتن سيد معوض وكابتن محمود فتح الله وحد ثالث كده، واللايف بتاع البرنامج بدا، والمفروض مين معاهم في الحلقه تاني؟ صالح. كابتن صالح جمعه ما جاش. فقعدوا مستنينه واللايف شغال، شغالين وبيتكلموا ويضحكوا ويهزروا لان هو لسه ما جاش الكرسي بتاعه فاضي، فبيكلموه الاعداد بيقول لهم انا جاي بس معلش انا تايه في مدينه الانتاج، مدينه الانتاج الاعلامي اللي هي في اكتوبر. ايوه انا تايه. فكابتن محمود فتح الله قالها بهزار بس هي مش بهزار. يعني مش عارف نعمل ايه تاني عشان نساعده. حتى هم الناس اللي تساعده عشان يبقى موجود وسط الناس حتى يحلل وبتاع. حتى موعد البرنامج مش منضبط عشان يروحوا في ميعاده. فدي كارثه. طيب بس شعور امام عاشور تجاه زيزو؟ انا جاي اهو. ايوه هتيجي الليله ان شاء الله. اتفضل. زيزو ولا امام عاشور كامكانيات فنيه؟ من وجهه نظري انا يعني امام قد زيزو 3-4 مرات. تمام. امكانيات فنيه. طيب
زيزو عنده حاجتين مهمين جدا. الامكانيات الفنيه عنده كويسه الى حد كبير، مش احسن حاجه. عنده نواقص من وجهه نظري انا، طبعا انا مش بقيم الناس دي دلوقتي، انا بقول وجهه نظري انا، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. تمام. ان زيزو مش بتاع كده، مش بتاع مش حريف، يعني مش حريف زيزو. هو زيزو قوي بدنيا ما شاء الله، احسن ممكن ده احسن. ده الحلقه دي انت ده زيزو نفسه هيعلق لك عليها. لا مش الدرجات دي، ما مش الحاجات بتاعتنا دي. تمام. احنا بننبسط يعني. مش حريف، ممكن يكون بدنيا احسن واحد في مصر، بيهتم بتفاصيل جسمه بشكل كبير جدا، وده اللي بيخليه ما شاء الله 90 دقيقه معدل الجري عنده احسن حد في الملعب. بس احنا كزملكاويه كجمهور زمالك يعني زعلانين منه جدا 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 جدا. يعني ما على اي حال مش وقته يعني. انما عنده انا من وجهه نظري يعني عشان يبقى في التوب ليفل عنده نواقص فنيه اكيد عنده، بس عنده ميزه كبيره قوي، الانضباط. محترف جدا ومنضبط جدا، وده اللي يخليه هيلعب لغايه عبد الله السعيد لابعد مدى، وده اللي يخلي النادي الاهلي يديله اللي هو عايزه. ليه؟ الراجل ده هيديني مش سنتين ثلاثه، الراجل ده بانضباطه واحترافيته دي يديني 12 سنه، وده اللي انا بقول لك اهو. وافتكر الجمله دي، ان زيزو كان اسطوره في نادي الزمالك، اصبح اسطوره، مش كده؟ كان، لا خلاص احنا ما نعرفش عنه حاجه. كان اسطوره في نادي الزمالك. تمام. هل يقدر يعمل ده في النادي الاهلي في كم النجوم دي؟ يقدر، وهيبقى اسطوره في النادي الاهلي برضه. لا هتشوف. مش هيبقى. هتشوف. عارف ليه؟ مش هيبقى عشان الاساطير كتير. لا، عارف ليه؟ ليه؟ عشان منضبط. لا ماشي، هتشوف. ماشي. امام عاشور حقه كنفس بشريه يبص لزيزو. هو انا طبعا ما اعرفش العقود في ايه وايه اللي بيحصل، ما عنديش اي معلومه حتى على الكلام اللي بيتقال، انما حسب الكلام اللي بيتقال ليه الاحقيه شويه انه يبقى على الاقل يتساوى معاه في العقد. انا ليه ده بياخد اكتر مني وبتاع، وانا الاكثر اثمارا يعني. انما انا بشوف ان لا، وجهه نظري انا اديني سنتين ثلاثه يا كابتن امام انضباط واستمراريه وخد عيني. اذا كل ده يندرج تحت ان انت منضبط ولا لا، بس. تمام. طيب على هامش الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، من وجهة نظرك يعني ايه رأيك في النتائج الإيجابية لنادي الزمالك رغم الظروف اللي الكل عارفها؟ الحقيقة إعجاز. يعني أنا مش بشفق بشكل كبير جدا على جمهور نادي الزمالك، لأن الزمالك ما يستحقش اللي بيحصل معاه. الزمالك تاريخ كبير جدا جدا، مش انا اللي هتكلم عنه ولا حضرتك ولا اي حد، مش محتاجه حاجه يعني. طيب هنرجع نسأل عن امور تخصك انت شخصيا. هل جه في بالك انك عاوز تثبت لحد معين انه كان غلطان في تقييمك، سواء كان شخص او مدرب او اداري؟ انت صمت عشان بتفكر تقول ايه، ولا لا الشخص موجود ولا هم كتار ولا ايه؟ ناس كتير جدا. مش عارف تبقى قد الشعب ومش عارف تحل مشاكلك. لا، في الحياه كان في ناس، بس مش هتكلم في الحياه، خلينا نتكلم في شغلي. ايوه. في شغلي حصلت مرتين، والحمد لله في المرتين اثبتت للمدرب ان انت شايفني بشكل خاطئ. وخلينا اقول ما بحبش المصطلح ده، بس خلينا نقول انتصرت في الاخر. ايوه. انتصرت بشكل سلمي يعني. ايوه. فكانت مثلا مع كابتن هشام زكريا في الداخليه. ما ينفع. ايوه. الحقيقه قضيت سنه معاه كانت صعبه جدا بالنسبه لي جدا. تمام. يعني ربما يكون لها دور في مسيرتي مش بطريقه او باخرى، بس لا يعني كانت سنه صعبه قوي قوي قوي، وكان كل اللعيبه وسياده اللواء عثمان دسوقي رئيس نادي الداخليه، كل الناس دي كانت شايفه قوي اللي بيحصل معايا. ايوه. انما لو انت فاكر يعني بعد اخر ماتش في السنه دي ده كان في نادي السكه اخر أيوة. ماتش. ايوه. وركبنا العربيه بعد ما الموسم خلص. ايوه. فانت قلت لي هتعمل ايه؟ انا فاكر الجمله دي كويس قوي. ايوه. فانا قلت لك هو في حلين بس، يا اما انا امشي من النادي ده
لازم امشي عشان كده مش هينفع خالص، مش جايين سكه مع بعض يعني. او لو قعدت هلعب غصب. ايوه. فانت ساعتها سلمت عليا وقلت لي انا مش عايز اسمع غير كده. والحمد لله بدانا فتره الاعداد للموسم اللي بعده. بعد كده كان في اي ماتش ودي انا موجود في التشكيل الاساسي، وكنت ماشي كويس قوي، فارق عن اللي حواليا الحمد لله. ايوه. وربنا كرمني ساعتها، وجه عرض نادي سموحه، وسياده اللواء عثمان كلمه وقال له رفاعي جاي له سموحه، شوف انت عايزه ولا لا. ايوه. فجه الكابتن هشام زكريا اتكلم معايا ساعتها وقال لي بص انت السنه دي المفروض ان انا ما اقولكش كده، احنا لسه في بدايه فتره الاعداد، ما ينفعش اقول لك كده، بس انا هقول لك ايوه ان انت السنه دي اساسي معايا من اول الناس الموجوده في الملعب. فايه رايك، حابب تمشي ولا هتقعد اساسي معايا ان شاء الله السنه دي وكده؟ فالحقيقه قلت له انا حابب اكمل مع حضرتك وبتاع، بس انا لا ده يعني دوري ممتاز، كان لان ساعتها الداخليه كنا احنا نزلنا درجه ثانيه. ايوه. فقلت له ده سموحه ودوري ممتاز، وان شاء الله فرصه تبقى هناك اعلى، وانا عندي طموحات وعايز العب منتخب مصر وعايز. فقلت له ساعتها، قلت له انا في اي حد في موقفي او اي حد غيري نتيجه الخلافات اللي حصلت ما بيننا اثناء الموسم اللي فات، انا كل ده وارد وبيحصل في الشغل. يعني مش خلافات، لكن هو استبعادك، يعني انت ما عملتش خلافات اتجاهي. استبعادي بطريقه غير مبرره نهائي يعني. مش عايز اقول خلافات، انما هو كان استبعاد يعني بطريقه غير مبرره للجميع يعني. فقلت له يعني حضرتك من اهم واحسن المدربين اللي اشتغلت معاهم، شغلك وامكانياتك وحاجه محترمه يعني. فهو ساعتها بص لي باستغراب جدا، اللي هو انا عملت معاك كل ده وبتتكلم كده؟ وانا كنت ساعتها كام، 19 سنه او 20 سنه تقريبا. فانا مش فاكر اللحظه دي بقى، مسك دماغي وبسها كده وقال لي انت شخصيتك قويه جدا وهتلعب منتخب مصر، وربنا يوفقك ان شاء الله. وانا خلاص هتكلم سياده اللواء ان انت خلاص يعني ربنا يوفقك، روح سموحه وان شاء الله ربنا يوفقك وكده. فاللي عايز اقوله يعني من كلامي اني حصلت مع مدربين 3 كده، 2 أو 3، والثلاثه الحمد لله اثبتت لهم ان هم شايفين الطريقه مش صح. تمام. اظن اننا سالنا السؤال ده من قبل بطريقه مختلفه شويه عن المره دي. انا الحقيقه عاوز اسالك وعاوزك تفكر قبل الاجابه. هل انت عارف انت مين من غير الكوره؟ يعني غمض عينيك كده وشوف الصوره ازاي. ما انا اعتبرني مغمض. تمام. بص، انا من ساعه ما وعيت على الدنيا انا لازق في الكوره، والكوره لازقه فيا. مفيش مرحله معينه في حياتي جه في بالي ان انا في حاجه غير الكوره او بعيد عن مجال الكوره. حتى الفتره اللي كنت مع حضرتك فيها في السعوديه 2 أو 3، لو تفتكر انا كنت لازم مصر ان احنا نلعب دايما بشكل مستمر خماسي مثلا. دايما كنت اروح اجري مع نفسي، اقعد اشوف اي خماسي او اي ملعب 11 مثلا واقعد اجري واحط تمارين معينه في ايام اسابيع معينه لنفسي، وكاني موجود جوه المجال في التوقيت ده، مع ان انا ساعتها ما كنت يعتبر مش في حته ما بلعبش لغايه ما رجعت من السعوديه. فدايما من وانا صغير لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي انا دايما مربوط بكرة القدم، وكرة القدم مربوطة بيا. كمان من قوانين الطبيعة ووعد الله للمؤمنين يعني او المجتهدين بشكل عام، ان مفيش حد بيتعب في حتة معينة ربنا ما بيكافئهوش او ما بيدلوش حقه في الحتة دي. هتلاقيها ممكن انت مثلا شغل 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 مفيش نتيجة، شغل كمان ضغطت مفيش نتيجة، ورجعت خطوتين عن آخر مرة كنت فيها. أنت ما قدامكش غير إنك تشتغل لغاية ما تيجي في مرة وتروح تحصل على نتيجة في توقيت أنت ما كنتش متوقعه أساسا. يعني لا، حتى لما بغمض شايف نفسي يا إما في الملعب يا إما على الخط يا إما في استوديو تحليلي مثلا. ده اللي انا لما بغمض بشوفه. في حاجات تانية بس بتبقى ايه، في دوشه حواليها. اللي بشوفه ضباب اللي بشوفه بوضوح هو ده، ان انا ملتصق بالكوره
في شتى مجالاتها، سواء جوه الملعب او على الخط او على سبوره بشرح للناس يعني ايه كره قدم. نتمنى لك التوفيق يا كابتن، ان شاء الله الفكره دي تتحقق ان شاء الله في يوم يعني ربنا يقربه ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه الحلقه دي كان فيها عدد من الاسئله الجريئه اللي انا اتصور انها يعني ما اتسالتش كتير للاعبين كره قدم، وكان فيها اجابات مهمه جدا. لكن الحقيقه انا عندي سؤال خاص شويه واكثر جرأة من اي سؤال اتسالته قبل كده، بس انا ما اقدرش اسالك يعني اقول لك على السؤال ده الا لما تشوفه الاول وتشوف اذا كنت حابب تجاوب عليه ولا لا. اتفضل. ده الشغل الجديد ده. ابتسامة. جبت السؤال ده ايه ده؟ لو حابب تجاوب اهلا وسهلا، مش حابب الاختيار ليك. لا ما بحبش اجاوب على السؤال ده. اوكي، احنا هنحترم الحكايه دي. في نهايه هذه الحلقه من بودكاست من 10 ل 10 ونص مع الكابتن احمد رفاعي بنأكد ان النجاح مش انك تبقى احسن من غيرك، النجاح هو انك تبقى احسن نسخة من نفسك. يمكن بيبان في الكورة اننا بنسابق بعض، بس في الحقيقة احنا لازم نتسابق مع انفسنا طبعا ونهزمها كمان، واننا ممكن نخسر اي سباق، لكن حذاري اننا نخسر انفسنا. اعزائي المتابعين، السلام عليكم. تصبحوا على خير.